السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام بطريقة سهلة قوي، بقمع ومن غير قمع، ويكون مقرمش معاكي قوي وطعمه حلو قوي. تعالوا نشوف الطريقة ازاي. واول حاجة هبدأ بيها وهي عمل الشربات بتاع بلح الشام او السيرب. معايا كده كوبايتين من السكر اهو، عليهم كده كوباية ونص مية. هحط المية كده من الجنب كده بالراحة خالص علشان الشربات بتاعنا ما يسكرش. هحطه دلوقتي على النار. اول ما يبتدي يغلي هحط حاجة بسيطة قوي من ملح الليمون ورشة من الفانيليا. معايا هنا في الحلة كوبايتين مية عليهم نص كوباية زيت، هحطهم على النار مع رشة ملح بسيطة قوي كده، وهسيبهم يغلوا شوية كده. واول ما يبتدوا يغلوا هنزل عليهم على طول بالدقيق، بس هكون شلت الحلة طبعا من على النار. وبعدين هنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق او كوبايتين ونص حسب ما انت يعني عاوزة الكمية اللي انت حابة انك انت تعمليها. انا حطيت كوبايتين ونص. ودلوقتي بمعلقة خشب كده، اهم حاجة ان تكون معلقة خشب عشان تلم معاكي. وهتبتدي انك تلمي العجينة بالمعلقة الخشب كده بسرعة عشان الدقيق ما يكتلش كده معاكي اهو. لمت معايا بالشكل ده كده، واي حاجة فيها دقيق كده هخلطها كويس مع بعض اهو. واول ما العجينة تلم معاكي كده هتسيبيها، اهم حاجة ان هي تبرد كويس جدا. يعني اهم حاجة في العجينة دي انك تسيبيها تبرد كويس جدا علشان لما نيجي نحط عليها البيض ما نحطش على العجينة وهي سخنة عشان البيض ما يتسلقش معانا. خلاص كده العجينة بتاعتنا يعني ملساء كده وحلوة خالص، وسبت العجينة لما بردت معايا خالص. ادي اهم حاجة. وجبت هنا 3 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة، حطيت عليهم فانيليا. ودلوقتي هضربهم كده مع بعض كويس. وبعد ما خفقتهم كويس هنزلهم على العجينة بتاعتنا. وبعدين هبتدي ان انا ادخل البيض في العجينة كويس علشان العجينة تتشرب معايا كل البيض اللي انا حطيته ده. دي اهم حاجة. هعجنها كده كويس جدا لحد ما تلم معايا وتبقى عجينة طرية وناعمة وحلوة قوي. هنا خلاص العجينة لمت معايا وبقت بالشكل الحلو ده. عجنتها كويس وخليت البيض يتشرب في العجينة كويس زي ما انت شايفة كده. بعدين هبتدي هنا، يعني لو مش معاكي قمع ممكن تستخدمي الكرتونة دي. جيبي كرتونة نظيفة كده زي ما انت شايفة كده، وبعدين هتشكلي عليها صوابع بلح الشام، او ممكن تستعملي القمع برضو بيطلع بالكرتونة حلو قوي ومقرمش زي القمع بالظبط. وقتها هتجيبي الكرتونة كده وبعدين هتدهنيها زيت بالشكل ده علشان العجينة ما تلزقش فيها. وبعدين هاخد حتة كده من العجينة بالشكل ده صبعها كده. دي طريقة سهلة قوي لو ما عندكيش القمع بتاع بلح الشام. وبرضو بيكون سهل في تشكيل بلح الشام. انا حطيت عجينة اهو كده، وبعدين بالراحة خالص هلفها كده بالشكل ده كده اهو، وتطلع مرسومة معايا اهو. واحدة تاني هحط العجينة كده بالشكل ده وهلفها بالراحة كده اهو، تطلع مرسومة معاكي زي القمع بالظبط. وبيطلع برضو مقرمش ومن بره وطري من جوه حلو قوي اهو. واحدة كمان بالراحة خالص كده ترفعيها من على الكرتونة كده بالراحة خالص، تلميها بالشكل ده كده اهو بالشكل الحلو ده.
وشكل معايا تاني اهو، شكلي بقى براحتك وارسمي زي ما انت عاوزة اهو. ايه رأيكم؟ شكله حلو قوي. وهنا بقى استعملت القمع وحطيت برضو اللي احنا عملناهم بالكرتونة. هبتدي ان انا اعمل كده علشان رغاوي البيض ما تطلعش معايا، وبرضو ياخد كله نفس الشكل الذهبي مع بعضه بالشكل ده كده. وهقلبهم مع بعض علشان كلهم ياخدوا نفس الشكل زي ما انتوا شايفين كده. بكل سهولة عملناه، ما بياخدش وقت خالص، وطري من جوه ومقرمش من بره، يعني طعمه بصراحة حلو قوي. وان شاء الله تجربوه يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.